برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. يا مساء الخير على كل مستمعين راديو برونتو اف ام. معاكم منى صبري من موسم جديد وبرنامج جديد رمضان وأهلا. كم البهجة اللي بتحصل في الشهر اللي احنا فيه بسبب العبادات اللي بتكون موجودة. كل واحد فينا بيكون مستعد بطريقة مختلفة عشان يطلع كسبان من شهر رمضان الكريم. طب احنا ازاي هنستعد للشهر ده؟ أولا من الناحية الدينية كلنا بيكون عندنا طاقة في الأول وبنكون عاوزين نعمل كل حاجة تقربنا من ربنا، زي الصلاة في أوقاتها وورد القرآن والأذكار. بس يا ترى الطاقة والحماس دول بيفضلوا لآخر الشهر ولا هو أول 10 أيام وخلاص؟ أول حاجة لازم تعملها هي إنك لازم تستخلص نيتك لله سبحانه وتعالى ونسيب أي ذنوب إحنا بنعملها، ولازم يكون قلبنا وعقلنا مرتبطين بربنا وبس. أهم بقى وأعظم الأعمال إننا نصلي الصلاة في وقتها، وطبعا قراءة القرآن الكريم، وإن يكون في ذكر مفتوح معانا طول اليوم وإحنا في البيت، في الشغل، في الشارع، في الكلية، في الدروس. وما تنساش إنك تجدد النية لما تيجي تعمل أعمال الخير. وطبعا ما ننساش إنك تمنع الأغاني والمسلسلات لأن ده شهر العبادات. خليك دايما وسط الناس اللي بتتكلم عن العبادات والقصص الدينية، وإنك إزاي تقرب من ربنا أكتر عشان تقوي من معلوماتك أكتر وأكتر. كل بيت بقى بيبدأ يستعد لرمضان. طبعا كلنا بنبدأ الترويق ونخلع بقى البيت كله على البلاط، ونبدأ إننا نعلق زينة رمضان اللي بتدي أجواء رمضانية للبيت كله، ودايما بتكون مختلفة جدا. ونبدأ بقى نفكر يا ترى هنعزم مين في رمضان. لازم يطلع حد كده في البيت مقرر إنه يعمل دايت في رمضان، وطبعا الشخص ده بيضعف قدام أول صينية كنافة طالعة من الفرن. فلوس الزينة اللي بيلموها للشارع والفوانيس اللي بتتعلق. شهر كله خير وفرحة غير طبيعية مش موجودة في أي شهر تاني. كل اللي حابة أقوله إن شهر رمضان شهر مختلف عندنا كلنا، بنقرب فيه أكتر من ربنا، وبنقرب من الناس الغلابة والمساكين، وبنحس بيهم أكتر وأكتر. حاول إنك ما تضيعش فرصة الشهر ده من إيدك، وما تضيعش فرصة إنك تقرب من ربنا أكتر وأكتر. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برنامج رمضان وأهلا. كانت معاكم منى صبري من راديو برونتو، ودلوقتي هتقدروا تسمعونا على برونتو اف ام جروب وكايرو اف ام.